عمرك سألت نفسك هل فعلا في حد ممكن ياكل لحم أخوه الميت؟ اوعى الشيطان يوسوس لك تقفل الفيديو دلوقتي. لو حسيت كده اكتب استغفر الله في الكومنتات وكمل معايا للآخر. الغيبة مش هزار يا صاحبي، دي حاجة خطيرة جدا. يعني لما تتكلم عن حد من ورا ظهره انت كده بتحط فكرة غلط عنه في دماغ الناس. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني تخيل إنك بتأكل لحم أخوك الميت، حاجة آخر قرف، صح؟ الغيبة برضو مقرفة كده. يعني اللي بيغتاب حد ضميره كأنه مات، كأنك انت اللي بتاكل حسناتك بإيدك. يعني مثلا كتير مننا بيتكلم عن بعض في جروبات الواتساب، في الشغل أو حتى في القهاوي، ومن غير ما ياخد باله إن الغيبة دي بتاكل حسناته. تفتكر لو اتفتح كتاب حسناتك دلوقتي هتلاقي حسناتك كلها في مكانها، ولا راحت للناس اللي كنت بتتكلم عنهم؟ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وشارك الفيديو مع أصحابك.